في محاولة إنقاذ المشروع والمدرب واللعيبة، الزمالك في ماتش حياة أو موت قصاد الأهلي. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء، عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. قبل أي حاجة وقبل أي كلام، الماتش ده حياة أو موت، ومش بقول كده عشان أنا شايف كده، لكن عشان لعيبتنا هي اللي حطتنا في الموقف ده. خلاص يا هيقتلك يا هيزنقك تقتله، ومع ظروفنا للأسف احنا اللي سهل الروح، ده غير عقلية بعض جماهيرنا العاشقة لزر التدمير الذاتي. لو لا قدر الله حصل نتيجة سلبية، الكل هيتسوح، من مدير فني لمدير رياضي للعيبة. الجمهور الله يبارك له مش هيعتق حد، واحنا شاطرين قوي في حوار الهدم ده. خد مني اسهل حاجة عندنا، فخلاص ما فيهاش، لازم تكسب او على الاقل ما تخسرش. وصدقوني الموضوع مش صعب، ديربي يعني رجولة، انزل راجل، دوس على وش امه، كل التحام تخش معاه كسحه، خليه يخاف يخش الالتحام الجاي معاك، خليه هو اللي يكش منك. معاكوا جمهور المنافسة معاه مش موجودة اصلا، فانت المفروض نازل راكب بسبب مدرجك، تنزل راجل واثق في نفسك، عارف قيمة التيشيرت اللي انت لابسه. بص على جمهورك وقول لنفسك الناس دي مش هتروح زعلانة، انا هموت نفسي علشان الناس دي. اعمل اللي عليك وخليك راجل، وان شاء الله وبإذنه الفوز يكون لينا. بعد الكلمتين الحلوين دول نخش في الفنيات يا غالي، وهنبدأ بالإيجابيات اللي كانت في ماتش الجونة. شايفك كنت بتنفخ وبتقول لي يا عم روح، إيجابيات إيه اللي في ماتش معكنن علينا بقاله أسبوع؟ اهدى يا غالي، الماتش كان فيه إيجابيات فعلا، ده أنا مش عايز أقولك إنهم كتير كمان، بس خلينا نبدأ بواحدة تهديك شوية علشان تقعد تسمعني في اللي جاي. أول نقطة إيجابية هي نتيجة التعادل، طبعا ده متوقف على اللي هنعمله قصاد الأهلي، لكن فكر معايا إمتى الزمالك دخل ديربي كان عالي وفنيا أفضل وكسب؟ ما تدورش عشان ما فيش، دايما الزمالك يحب يجي من بعيد، جو الدنيا سهلة ما بيجيش معاه سكة، لعيبتنا بتريح فبتنزل تزعل وتزعلنا في الملعب. دايما الأفضل للزمالك إنه يكون مضغوط، هو الطرف اللي محدش متوقع إنه يفوز، زي سوبر القرن وناصر هاج وماج وانت عارف الباقي. فلعله خير، يمكن تعادل الجونة كان علشان يفوقنا ونخش الديربي واحنا مركزين، والأهم نخش واحنا على أرض الواقع، محدش مغفلنا ومفهمنا ان احنا كسبانين الماتش والموضوع خلصان، فنتفاجئ باننا خسرنا. بإذن الله تعادل الجونة يكون مفتاح الفوز على الأهلي. إيجابية كمان وهي إن عدي ابتدى يشتغل ويجيب فورمة ومستوى، وعندي أمل بإذن الله إنه ينفجر في وش محمد الشناوي، هيرجع لينا بزيرة اللي حرمنا نفسنا بنفسنا منه في ماتش الجونة. ولو في سلبية في ماتش الجونة فهي إن الزمالك ما خلص، وطبعا مش محتاج أقولك إن الكلام ده مش هينفع قصاد الأهلي، لأنه لو حصل واللعيبة ضيعت فهنتقابل في العباسية كلنا بعد الماتش. تعالوا نحط التشكيل مع بعض يا غالي. صبحي في حراسة المرمى، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد قلبين دفاع، بنتايج شمال وعمر جابر يمين، دونجا وعبد الله وناصر ماهر، خوان بزيرة وآدم كايد، وفي الهجوم عدي الدباغ. التشكيل ده لو تاخد بالك هو نفس تشكيل ماتش المصري اللي يعتبر أفضل ماتش لفريرة مع الزمالك، بس أكيد أنا مش حاطط التشكيل ده عشان كسبنا بيه المصري، لكن علشان ده الصح وبإذن الله ينفع مع الأهلي، وهقولك إزاي قدام، وعلشان ده تشكيلنا الأساسي مع فريرة. صبحي مفيش خلاف عليه، حسام واسماعيل لأني مش عايز ألعب في خط الدفاع، اللي راكب يكمل، بنتايج وعمر هم اللي حلتنا أصلا، دونجا وماهر وعبد الله مفيش كلام، وده أفضل خط موجود في الزمالك. هلفينا والدباغ على الرايق، لكن ليه كايد؟ ده انت يا ابو حميد صدعتنا، وكل شويه كايد مش جناح وعايز شيكو يلعب، بتغير كلامك ليه؟ عيب يا غالي، انا ما غيرش كلامي، لكن كايد فعلا مناسب للماتش وطريقه اللعب، واحنا مش هنستخدم كايد جناح اصلا. الحوار كله في ان الاهلي هيلعب ب3 في نص الملعب، منهم اكيد ديانج ومروان واحتمال بن رمضان لو جهز، فالفكره ان كايد يخش العمق مع دونجا وعبد الله وناصر، فنعمل مربع في العمق وتبقى 4-3 في نص الملعب، ومعانا بنتايج فاتح عرض الملعب على الخط كأنه جناح. هشرح لك بالتفصيل لما نيجي للأهلي والتشكيل، وهقول لك ليه عايزين نعمل الكثافة دي في نص الملعب، لكن خلينا مكملين مع الزمالك. وزي ما حطينا التشكيل لازم نحط سيناريو للبدلة،
فانا من الاخر عايز ناصر منسي والجزيرة على الدكة. فاكس بقى عمرو ناصر واحمد شريف والعيال دي في الماتش ده. انا عايز ناس لو احتجتهم الاقيهم، مش عيل لسه هيجرب حظه. منسي كعبه عالي ونفسيا راكب، فلازم يكون موجود. اما الجزيري اللي انا مش طايقه بيعرف يلعب في الماتش ده بمزاجنا او غصب عننا، هو بيبقى كويس في الماتش ده. ولو الظروف ساعدت وربنا كرم بجون، فالجزيري انسب واحد في التحولات واللعب ورا خط دفاع الاهلي. طبعا الراجل جديد وما يعرفش الكلام ده، فياريت حد يوصل له ان الجزيري مهم يكون معاه على الدكه في الماتش ده. شحاته خلاص بره رسمي، فربيع يخش، ولو جهاد جهز زي ما بيقولوا ضمه. فكك بقى من الحنيكه بتاعت عدد التدريبات والحمل البدني، مش وقته الكلام ده. مش كل مره نخش من غير ديفندر بديل على الدكه. اتعبينا ماتشين بسببها، هنتعلم امتى؟ ده غير انك ممكن تحتاج حد جنب دونجا اصلا، فاستهدى بالله كده وضم العيلين نستر بيهم نفسنا. معانا معالي والشيكو بانزا على الدكه، مفيش غيرهم، هم بدلاء الاجنحه اللي حالتنا. كده حطينا التشكيل وظبطنا الدكه، بينا على الحمرة نشوف تشكيلها ونقعد ضعفها عشان اقول لك ممكن نلعبهم ازاي. الاهلي غالبا هيبدا بالشناوي، ياسر ابراهيم وياسين مرعي، هاني يمين وكوكا شمال، ديانج ومروان وبن رمضان، تريزيجيه وطاهر ومحمد شريف. الجعل لو جاهز هيبدا، خدها مني. بن رمضان لو مش جاهز هيخش مكانه بن شرقي، وكده كده مش هتفرق لان ده اقوى خط في الاهلي اصلا. وده يخلينا نقسم الاهلي ل3 خطوط: دفاع وسط وهجوم. اقوى خط فيهم هو الهجوم، خط كافر. وسيبك من النتائج، الاهلي بيطلع كل ماتش عامل من 10 ل15 فرصه، ولو لسه موجود الواد وسام كان الموضوع اختلف، وعماد النحاس محررهم وكله بيعمل اللي هو عايزه. فتوقعي ان الاهلي هينزل ضغط غشيم على امل انه يخطف جون ويفتح الماتش، وده يودينا للزمالك اللي بيحب يبني ويطلع بالكوره. فمن ابو اخر الغلطه بفوره، هو هينزل عايز الغلطه دي، فاحنا ما ينفعش نغلط عشان لو غلطنا هنزعل. تركيز شديد في الخروج بالكوره خصوصا من اسماعيل، واوعى يا صبحي الكل مستني الغلطه بتاعتك. اوعى يالا تكون في الماتش ده. نركز ونلعب لعبنا ونطلع بالكوره عادي زي ما بنعمل، لكن مطلوب التركيز علشان الغلطه بفوره زي ما قلت. نروح لتاني خط في الاهلي، هو خط النص، وتحديدا ديانج ومروان. ديانج دبابه مفيش كلام، لكنه بالكوره قليل جدا، ولو الكوره معاه روح عليه هتاخدها. اما مروان فهو مش في قوه ديانج، لكن افضل منه بالكوره، وهو مصدر خروجهم الوحيد بيها. مروان يستلم يلف يلعب للجناحين، هنا انت في خطر. وصلت الكوره للخط الاخير في الاهلي كده انت في مشكله. فمطلوب ايه؟ مروان ما يستلمش كوره، ولو استلم ما يعرفش يلعب. واحد من رباع الوسط يلزق فيه وقت خروج الاهلي بالكوره، وغالبا هيكون ناصر ماهر. علشان كده حطيت في التشكيل ادم كايد، نخلق كثافه في نص الملعب. مروان ما يلعبش براحته، ديانج يتضغط عليه لو الكوره معاه. انت كده شليت الاهلي بنسبه كبيره. الفرق الكبيره عباره عن خط وسط، فلو خط وسطك مش فايق مهما كان خط هجومك قوي مش هتعرف تعمل حاجه. وكل الماتشات اللي فاتت خصوصا فتره جوميز استحوذنا على الكوره وسيطرنا على نص الملعب، فكنا دايما الاقرب للفوز. خط الوسط اهم خط في الماتشات دي. دونجا باذن الله يكون فايق زي عادته قصاد الاهلي، عبد الله عارف هو هيعمل ايه. ناصر ماهر باذن الله يكون فايق لانه هيفرق معانا جدا. فمن الاخر رجاله خط النص هم اللي في ايدهم مفتاح الماتش باذن الله. وبالنسبه لخط دفاع الاهلي فده بدون مبالغه خط دفاع في الدرابولي، ناحيه شمال مضروبه بالنار. فبزيرة باذن الله يطلع عين اللي جابهم، سواء لعب فيها كوكا او كريم فؤاد. لازم نركز اللعب الناحيه دي، ادي الكره لبزيرة ووجه اللعب ناحيته، لا كوكا هيعرف يقفلها ولا تريزيجيه هيرجع يسانده. ناحيه اليمين فيها هاني وهيساعده فيها طاهر، فمش دي الجبهه اللي هنركز عليها، خصوصا لو لعب كايد زي ما قلنا. قلبين دفاع مفيش، وكل شويه تغيير، شويه ياسر شويه داري شويه بيكهام ودلوقتي ياسين. واللعب في خط الدفاع دايما يعمل مشاكل، عدم تفاهم، سوء تغطيه، واعتماد ده على ده، ومفيش اي قدره للخروج بالكوره. عايز اقولك الاهلي لعب 7 ماتشات دخل فيه 8 اهداف، وكلها بسبب خط دفاعه. وخد عندك هدف بيراميدز الثاني، لاعيبه بيراميدز بتلعب لبعض بالراس في ال6 مش بس في ال18. هدف الحرس الاول هاني بيجيب الشيلن وعرضيه بين 2 مدافعين
وبرضه المهاجم هو اللي بيسبق وبيحطها جون. التاني للحرس من الركنيه اترفعت وبالراس جون، لا تمركز ولا رقابه. وفي ماتش مودرن ضغط وشوبير غلط، قطعوها وحطها جون. والتاني ركنيه طلع علي الفيل وحطها بدون اي رقابه. مش عايز اطول عليك، انت اكيد خلاص فهمت. خط دفاع مستباح من كل الطرق، يمين وشمال وعمق وعرضيات متحركه وثابته كمان. وهنا يجي دور عدي، لازم يكون مركز وباذن الله سهل يهدف. وعلشان كده خليت معايا منسي والجزيري نقطه ضعف الاهلي في خط دفاعه. الزمالك ينزل يضغط ضغط متوسط، وتحديدا لما الكره تقرب من مروان، عدي يلزق لقلبين الدفاع ويضغط عليهم، وباذن الله ياخد واحده ويخلص بيها. طبعا ماتش صعب ومهم جدا، وباذن الله نكون في يومنا ونكسب. لكن في كلمتين عايز اقولهم وقاصد اقولهم في اخر الفيديو، يمكن عشان مش عايز كتير يسمعهم، وهي ان لو لا قدر الله حصل خساره، انا لا هقول مشي مدرب ولا هتكلم عن التجربه. انا بالنسبه لي الصبر مبدأ، وطول ما في شيء بيتقدم هفضل اصبر، لان انا عارف الزمالك وضعه ايه ولاعيبته اخرها فين. وانت كمان عارف، بس بتحب تنسى او بتحب تسخن، معرفش. لكن هو مشوار وهكمله، واتمنى تكون معايا فيه. وافكرك مشروع جديد، لعيبه جديده اغلبها عادي او كويس، وهم كام فرده اللي حالتنا. مدرب جديد اكيد مش احسن مدرب، لكن على الاقل كويس وعمل شغل محترم. والاهم انه على قد ايدك وعايز يعمل حاجه لنفسه معاك. مفيش استقرار مادي، واللعيبه بالجهاز ما خدوش فلوس بقالهم شهرين، وبيلعبوا وبيحاولوا ومتصدرين كمان الارض ومسحوبه منك ولسه ما رجعتش. حط كل ده قدامك قبل ما تسخن على مدرب ولا مدير رياضي. اعرف انت فين وكنت فين وممكن تروح فين. اعرف امكانياتك واولوياتك، وشوف انت على الطريق لتحقيقها ولا لا. الكلام ده بقوله قبل ماتش الاهلي، والنتيجه في علم الغيب، علشان تعرف ان ده اللي في دماغي من الاول. ازعل واتضايق واشتم اللعيبه كمان يا عم، لكن ابدا ما تهدش وتدمر اللي ناديك بيبنيه. وان شاء الله اللي جاي يكون خير يا غالي.